بقاله أكتر من 20 سنة في نفس المكان، ومشاهير كتير أكلوا عنده وما بيظهرش إلا بالطربوش بتاعه، وبيقف على عربية بسيطة في قلب السيدة زينب وريحته كلها مش في مش، لكن الناس طوابير حواليه وبيعمل السندوتشات بالعيش البلدي. حكاية أشهر بياع مش في السيدة زينب، مين المشاهير اللي أكلوا عنده، وإيه قصة اليونيفورم اللي بيقف بيها على العربية بتاعته وللناس زحمة عليه وطوابير بالشكل ده، وإيه سر الطربوش اللي بيلبسه. كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. عم سعيد طربوش واحد بس. النهارده بقى جينا عند ملك الجبنه القديمه. صباح الفل. كبير بقى الفل. عم سعيد ده علم من اعلام السيده. الله يكرمك. مش ده رقم واحد من زمن الزمن بناكل عنده. شكلك بتحب تيجي تفطر هنا كل يوم. كل يوم. ليه بقى اشمعنى عم طربوش؟ نظافه، اسلوب، يعني مقابله. اهم حاجه المقابله، مقابلته 20 على 10. سمعت ان هو بيغني. ده اسمها اسلوب بقى. ما بيسالش عليا ابدا. ما بيسألش عليا ابدا، مشهور بالاغنيه دي. ولا بيشوف عينيا ابدا. يا ما ناديته وترجيته انه يرق شويه ابدا. ما بيظهرش إلا بالطربوش الأحمر، وبيرجعك لأيام الزمن الجميل، وبيغني لزباينه، وحتى صوته تحسه من أيام عبد الحليم وأم كلثوم، وهتتسلطن وأنت بتاكل عنده. قول لي يا عم طربوش بقى ايه مكونات الاكله بتاعتك؟ جبنه قديمه على طحينه على زيت على جبنه كده، حاجه جميله قوي، طحينه وزيت ومشي. باشا. ايوه يا باشا. الصلاة على النبي بس بطيء. كلامنا هنا عن عم سعيد أبو طربوش اللي قلب السيدة زينب كلها بشهرته وبساندوتشاته اللي بتجيبك من آخر الشارع، والمش عنده ما حصلش، وسر الخلطة ما بيقولهاش لحد. حبيبي وعينيا لو في وسط 100 ما يشفاش عليا حبيبي وعينيا. الله يا عم طربوش الله. في ناس بتحلم تبقى نجوم على السوشيال ميديا، وفي ناس نجوم في حياتهم اليومية. الراجل اللي رجع لنا زمن البشوات بالطربوش بتاعه وسندوتشات المش هتلاقيه عم سعيد، واللي مش مجرد بائع مش، ده بقى أيقونة بتقول لكل واحد فينا النجاح مش محتاج رفاهية. اللي غالبا ناس كتير قوي مدمنين الاكله دي، وبيجوا من ابعد الاماكن عشان ياكلوا عند عم طربوش ويستمتعوا بالطعم السحري. وسمعت كمان ان في ممثلين بيجوا زي محمد رمضان ومحمود الليثي. عم سعيد اسمه بالكامل سعيد عبد الخالق، راجل خمسيني، وبدأت حكايته من أكتر من 20 سنة لما قرر يغير حياته ويبدأ مشروعه الخاص، وكان شغال زمان في الفنادق واستقبل سياح، ومن هنا جت فكرة الطربوش الأحمر اللي خلاه علامة مميزة في شوارع السيدة زينب. انا شايفاك كده جاي ركنت العربيه ونازل. كل يوم يعني تقريبا. كل يوم بتجيله منين؟ بيجيله من المعادي. من معادي. جاي من اخر الدنيا؟ معادي لازم نجيله من اخر الدنيا اصلا. تسلم ايده بصراحه. كل يوم تسلم ايده بصراحه. عشان تاكل جبنه. طبعا. ولازم من عم سعيد. عم سعيد اساسي. عم سعيد طربوش قرر يبيع أكلة كلنا بنعشقها، المش، بس مش أي مش، ده المش بتاع عم سعيد اللي بقاله شهرة واسعة، مش بس في السيدة، ده كمان مع الفنانين، لدرجة إن محمود الليثي دايما بيناديه بيا طربوش، وده اللقب اللي بقى مصدر رزقه وسبب شهرته. طب إيه اللي مخلي المش بتاعه مختلف؟ السر في الخلطة. عم سعيد بيجيب الجبنة القديمة بتاعته من قلب الشرقية، وبيضيف عليها بهارات وطماطم وخضار وزيوت بطريقة مميزة تخليك تعشقها من أول لقمة، ومعاها بيض وطحينة وخيار وبصل وخليط بسيط، لكن طعمه يساوي كباب مشوي، وده رأي زباينه اللي أكلوا من عنده. عم سعيد هتشوفه باليونيفورم بتاعه هيحسسك بأيام الزمن الجميل، ومش بس بيبيع أكل، ده بيبيع حكايات وذكريات الطربوش الأحمر والضحكة اللي ما بتفارقش وشه، وأجواء عربية المش اللي بتاخدك لزمن جميل. كل ده بيخلي الناس تيجي مش بس تاكل، لكن كمان تعيش اللحظة والأجواء معاه. عم سعيد طربوش علامة مميزة في السيدة زينب من أول ما بدأ مشروعه، وزباينه مش بس من أهل المنطقة، ده كمان نجوم الفن. تخيل كده إنك ممكن تقعد جنب محمود الليثي وهو بياكل سندوتش مش، أو تقابل حسن الرداد وويزو، وكلهم بيتفقوا ان المش بتاع عم سعيد مش شبه حد، ويا سلام لو طلبت عليه بيض هيبقى طعمه احلى واحلى. حلم حياة عم سعيد ان عربيته تشتغل وتبقى مطعم في يوم من الايام، وبيقول البركة في الرزق وحب الناس هو اكبر نعمة من ربنا. عم سعيد مش مجرد بياع مش، ده جزء من ذكريات كل اللي عرفوه، والناس بقت تروح له مخصوص من اماكن بعيدة جدا علشان بس تجرب السندوتشات بتاعته المختلفة والمميزة واللي مفيش زيها في مصر كلها. والفكر اللي في بالي من الاتنين والله خدوا مني ليالي. كل ده كان فين وانت كان مالك ومالي ايه؟ قول مالك ايه؟
قلبي. عم سعيد راجل شقيان من صغره وقدر يحقق حلم حياته واشتغل كل حاجة ممكن تتخيلها، واشتغل في الفنادق والأماكن السياحية وكان مميز في كل مجال بيدخله، حتى أما فكر خارج الصندوق وعمل فكرة عربية ساندوتش المش قلبت الدنيا كلها، والكل بقى عنده فضول يجرب، وكمان ملك المش اللي بقى أيقونة للأمل في المنطقة كلها. يا ترى حد جرب سندوتشات المش بتاعته؟ وإيه رأيكم في فكرة العربية بتاعته؟ هل حسيتوا إنها مختلفة فعلا وتستحق التجربة؟ وإيه رأيكم في شخصيته وصوته وهو بيغني لزباينه؟ شاركونا في التعليقات. مستنينكم عند سعيد ابو طربوش في السيدة زينب ملك الجبنة القديمة.